ربنا يديك الصحة. الله يخليك. ليك كم سنة هتكتب شعر؟ لا ان كان على ليا كم سنه، انا من عمري يعني حوالي 15 سنه وانا بكتب الكلام. من 15 سنة هتكتب شعر. موهبه دي، موهبة من عند ربنا. موهبه كده بكتبها، اي شيء بحس بيه بعبر بيه عن الشيء اللي انا فيه. كتبت عن الوحدة الوطنية وعن حب الوطن كتير وعن العمل وتنظيم الأسرة. على اي حاجه تدخل بذهني او دماغي انا بكتب عليها. وطاعة الوالدين وعن الفلاح وعن المدرس وعن كل حاجه، وعن تحديد النسل، وعن كل الخصام والمعارك والحياه الزوجيه وكل لامس كل الحاجات اللي في البلد دي. أنا يعني لما قريت جزء من كتاباتك يا عم ويليام كلها للمحبة. ايوه. والسلام وانت مركز قوي على وحدة الوطن ما بين اخو المسلم لأن ما بفرقش بين مسلم وبين مسيحي، كنا في وطن واحد، ناكل كلنا من مكان في مكان واحد وعايشين مع بعض في امن وامان دايما يا رب، في احسن حال. دايما يا رب. حاربت يا عم ويليام، يعني رحت الجيش زمان؟ لا انا طلعت غير لائق تطبيق للخدمه العسكريه. ربنا يديك الصحة يا عمي، انت خدمت الوطن بالكلمة الطيبة بتاعتك يا عم ويليام، صح؟ طب احنا عايزاك تسمعنا كلمتين كده في حب الوطن او كلمتين تشوفهم يعني. لا هو كتير كلام، يعني كلام كتير، بس خلينا اللي انت طالبه ايه شوف، علشان نقدر نعيش في القرية او المدينة نسعي على اكل العيش ونطلب من المولى المعينة. نعم. ونسير دائما للامام ونعرف اللي لينا واللي علينا ونحقق علينا الالتزام ونعرف بين لا حتى لا تغرق المدينة بين السفينة. تمام. علشان نقدر ونعيش في القرية أو المدينة نسعي على أكل العيش ونطلب من المولى المعينة ونسير دائما للأمام ونعرف اللي لينا واللي علينا وعلينا حق والتزام بدل ما تغرق بينا السفينة. ان شاء الله هنعبر دايما لبر الامان يا عم ويليام. ما رحتش ليه طيب؟ عندنا نادي ادب طحطة، نادي الادب هنا في طحطة ده معمول من زمان وجنبك الاستاذ احمد الليسي. والله انا كثير اتكلمت، كنت بنيجي في اكت المرشحين بنلقى كلمات، فكانت يعني انا كان اغلبي كلها مع المرشحين. اي مرشح مجلس شعب يجي البلد انا بتكلم، يعني بعبر بشعور عنه. تمام. يطلع او ما يطلعش.